قدر النادي الاهلي يستحوذ على منتصف الملعب تماما. اللعيبه كمان بدات تتعامل مع استفزاز لاعبي الوداد المغربي بهدوء تام، وده من اسباب عوده الروح والمستوى. الشوط الثاني شغل كبير جدا بيحسب لمارسيل كولر، بيبدا النادي الاهلي في الضغط اكتر، وبيبدا مارسيل كولر بالتغييرات حتى الدقيقه 78. تيجي ضربه ركنيه نتيجه عن ضغط النادي الاهلي بيقوم بتنفيذها اسرع ديليفري في مصر وافريقيا كلها هو علي معلول. اللي بيعمل عرضيه ولا اروع على القائم القريب اللي بيقابلها محمد عبد المنعم برأس ذهبيه ليسجل فيها هدف التعادل للنادي الاهلي. علي معلول يوزع جول، جول اهلاوي. تحس ان محمد عبد المنعم كان بيحط الكرة بقلبه مش بدماغه. تحس ان فيلم عمرك ما تمل من مشاهدته حتى لو اتعاد مليون مرة.